قبل الخوض في تفاصيل محور جلستنا الدستورية اليوم، لا بد من أن نؤكد على أن كل ما نقوم به كمؤسسات دستورية من سياسات عمومية وقطاعية ومن مساهمة في السياسة العامة للدولة هو من أجل خدمة السيادة الوطنية لبلدنا التي رعاها جلالة الملك الله ينصره. وهنا لا يفوتنا أن نشيد بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية والمؤسسات الأمنية والسلطات العمومية تحت التوجيهات الملكية السامية من أجل أن تبقى بلادنا آمنة قوية ومستقرة. ولعل ما يزعج البعض هو هذا الاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه بلادنا بفضل حكمة جلالة الملك نصره الله وأيده. وسنظل كمؤسسة ومؤسسات دستورية أوفياء مجندين وراء جلالة الملك وسدا منيعا اتجاه الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا كيفما كان شكلها ومصدرها. ولأن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، فلن تكتمل سوى بتحقيق سيادتنا في عدد من المجالات الاستراتيجية والحيوية، ومن بينها سيادتنا الصحية. ومن هذا المنطلق شدد جلالة الملك نصره الله على العناية الفائقة بهذا القطاع الاستراتيجي ليكون رافعا لمغرب الغد، مغرب التنمية والكرامة، مغرب الإنصاف والعدالة الاجتماعية.